سلمت للمجد يا وطن الكويت، وارفع الخفاق يا اخضر في رابع المباريات. من اخر من هذه المسافه ومن هذا المكان فهد يسدد تسديده تاتي لكن الى خارج ارضيه الملعب، الى خارج ارضيه الملعب. الكره الماضيه الى ركله مرمى عند حارس المرمى فواز القرني. هذه تسديده فهد بعيده نوعا ما عن مرمى يا سياد الصحفي، اللاعب الذي كان حاضرا مع نادي الاتحاد. كره بمحاوله ملعوبه الان يوسف ناصر، لكن ايضا تغطيه دفاعيه بتوقيت مميز جدا. خطا دفاعي في اللقطه الماضيه صافره تاتي، والقرار من الكرات الخلف. كره بمحاوله في الجهه اليسرى الان ملعوبه لمصلحه المنتخب السعودي، عرضيه داخل منطقه الجزاء، لكن فهد حمود تسديد المباشر في شباك حميد القلاف. محاوله لمصلحه المنتخب السعودي، تسديده تاتي لكن مرت بجواد الغنام، عبد الاله المالكي، تركي العمار، يحيى الشيري، عبد العزيز البيشي. وفي المقدمه حضور من خلال محاوله الماضي. انا ما ادري يعني اذا كان البعض يتفق في هذا الامر ولا لا. هذه كره من اجل اول اهداف في اللقاء. يحيى خطيره جدا، محاوله الاخضر في اللقطه الماضيه، محاوله الاخضر مرت بجوار القائم، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة الماضية إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى خطيرة جدا. هذه المحاولة، شوف الخطأ الدفاعي. كنت ناوي أتحدث عن يعني إذا ما كان البعض يتفق بوجود خط الدفاع الكامل من نفس الفريق، هل هي نقطة إيجابية؟ هل هي نقطة إيجابية؟ العراق بثلاثة ألقاب. كرة محاولة ملعوبة الآن على مشارف منطقة الجزاء، تسديدة تأتي لكن إلى اللحظة يواجه الصعوبة. الآن كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء خطيرة، لكن راية موجودة، راية موجودة. المهري في السادسة في أبو ظبي. كرة محاولة لمصلحة الأخضر، دخول إلى منطقة الجزاء، تأتي التسديدة لكن القلاف في المكان المناسب. حميد يبعد الكرة والمحاولات الماضية إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية. هنا المرور بشكل مثالي جدا، والتسديدة تأتي من البريكان، راس البريكان يسدد وكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة تصل إلى ركلة مرمى. طريق اللاعب يوسف ناصر، تسديدة تأتي من يوسف تصطدم في الحائط. واجه تدريجيا بعد أن كانت الأمور حاضرة بشكل مميز لمصلحة الأخضر. يبحث الأخضر عن الأول الأهداف، كرة تأتي لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى خطيرة جدا. محاولة المنتخب السعودي عن طريق الغنام، ينطلق. هذه كرة سلطان، شوف المحاولات الماضية، شوف الانطلاقة، شوف الاستلام والتوغل. يا سلام يا سلام يا سلام، استلام في غاية الروعة وبطريقة مثالية جدا لهذا الظهير المميز. سلطان يتقدم المنتخب السعودي، تسديدة من مسافة بعيدة لكن مر بنتيجة التعادل السلبي ما بين المنتخبين. كرة بمحاولة من أجل أول أهداف في اللقاء، عبد الله بريتشي، عرضية لكن في أحضان البشري في اللقطة والمحاولة الماضية تعود من جديد، خطيرة جدا. جول جول هي عاداته، هي عاداته. الأزرق يسجل، الأزرق يتقدم بنتيجة المواجهة، ويوصل كرة في شباك فواز ليعلن عن أول أهداف في المنتخب الكويتي. هذا هو الموج الأزرق، هذا هو الموج الأزرق. مين يبدو ظفيري، أحمد الظفيري يسجل. هذه الكرة، هذه المحاولة الماضية عادت، وصلت بعد ذلك إلى من؟ إلى ظفيري، غير متسلل يضع كرة في شباك فواز. الاستلام، الله 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 الله. الكويت يسجل ويتقدم بنتيجة المباراة. في بعض الكرات الكرة هي من تتحدث، هي الكرة من تتحدث. بدر من جديد، فرصة للثاني، فرصة للثاني. لا 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 أزرق في سماء الدوحة يحلق بنتيجة اللقاء. الكويت يسجل ثاني الأهداف، ومرة أخرى بدران، كرة في المرمى يسجل المنتخب الكويتي عن طريق سامي الصانع في هذه المرة، عن طريق سامي الصانع. هذه كرة بدر، هذه كرة بدر.
يفجر انه يقول لسامي الصانع ولأحمد الظفيري انتو ضميرك. وفي المرتين كأس الخليج 9 لا عودة المنتخبات 11 بداية بطولة كأس العالم من ثامر عناد. ضرورة التركيز في شوط المباراة الثاني والمحافظة على نتيجة المواجهة من أجل نقاط المباراة. وصلت إلى زياد الصحفي أمامية ملعوبة لمصلحة الأخضر، عرضية داخل منطقة الجزاء لكن أيضا أبعدت في توقيت مناسب جدا وتخلصت الكرة الماضية لتعود في الجانب المقابل مرتدة لمصلحة الكويت من أجل الثالث من أجل النهاية. خلاص لا يوسف ناصر بالتسلل على اللاعب يوسف ناصر. هذه الكرة لحظة خروج فعلا يوسف كان متسلل وكانت في ملعب جاسر بن حمد بنادي السد في خليجي 17 كرة بهدف ياتي لكن ايضا خطا الاخر اللي هو كنو وخروج عبد العزيز البيشي وحسان تنبختي. لا نواف العابد بدال مين؟ نواف راح ياخذ مكان الشهري للمنتخب السعودي ولمدرب المنتخب السعودي الفرنسي إيرفي رينار. والاخر ملعوبة الكرة باقدام عبد الاله على مشارف المنطقة تصل الى يحيى انطلاقة في الجهة اليمنى خطيرة الكرة الماضية. الفنان الكويتي اللي كانت بداياته مع نادي السالمية كلاعب والفنان الرائع الان كرة محاولة فرصة من اجل التقليص تسديده. كرة سعود عبد الحميد علت العارضة الى خارج ارضية الملعب ركلة مرمى فرصة للاخضر من اجل تقليص الفارق لكن بقدم المدافع بوجه عام لكن حضوره مع المنتخب الذي بدأ ياخذ شكل. فرصة للثالث الان تنتهي الامور. فناني مبارك خلاص يختم على المباراة ستستمر الى كتارة سوق واقف اللؤلؤة بقية المناطق. شوف بدل الضايع هي الاخرى انتهت. نلعب في الدقيقة السادسة فرصة الآن فرصة من أجل هدف للمنتخب السعودي محاولة ملعوبة يسجل الأخضر يسجل عن طريق فراس لبريكان يضع كرة في شباك حميد القلاف ليعود الأخضر في اللحظات الأخيرة صعبة جدا لكن لبريكان بتعامل مثالي جدا يضع الكرة الماضية في الشباك ويعلن عن تقليص الفارق. جاء الهدف لكن